السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة وافضل حال. لو اول مرة بتشوفيني انا ام ميدو، دي قناتي ست بيت لهلوبة. اتمنى تاخدي لك لفة كده في القناة سريعا، وانا متأكدة انها تعجبك. ولو عجبتك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد يا ست الكل. تعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده. كده قمت احضر فطار. الفطار ده بحضره كده يوم الاجازة، وده روتين يوم الجمعة. بقوم كده بعمل بقى، بنبقى كلنا متجمعين فبعمل فطار حلو كده. الحقيقة كنا بنعمل برضو فول وطعمية، ولكن زهقنا بقى من الفول والطعمية فقلت انوع واغير شوية. كان عندي لوبيا كده مهروسة في التلاجة. بدمسها زي الفول، يعني هي زيها زي الفول بالظبط، بس بدل الفول بعمل لوبيا. تمام. نفس الطريقة. لو عايزين اعملها معاكم ابقى اعملها معاكم، مفيش اي مشكلة. كان عندي بقى حبة كده، قلت اطلعهم واقلي جنبهم كده شوية بتنجان وفلفل، واعمل عليهم كده شوية دقة حلوة، واحمر بطاطس، وبرضو قليت بيض بسمنة وخيار طرنشات وحاجات بقى كده. فطار اللي هو ايه، اللي انتوا عارفين بقى، الفطار بتاع اللمة الحلوة ده، وده والله يعني احلى فطار بحبه. بنتلم فيه كلنا كده. وطبعا يعني بعمل فيه بقى ايه، يعني سفرة حلوة كده، ونتجمع عليها كلنا كده انا وزوجي والاولاد ونفطر كده مع بعض. طبعا بيبقى طول الايام الاولاد في المدارس، ولو خدنا برضو الاجازة بيبقى زوجي بيروح الشغل، والاولاد برضو مش بيصحوا زي بعض. يعني تلاقي مثلا حد صحي قبل التاني، في حد صحي وحد لسه نايم شوية. فيوم الجمعة ده هو اللي بيبقى ايه، كلنا ملمومين فيه. وطبعا رب الأسرة هو اللي بيبقى ايه أساسي قاعد في اليوم ده، فبروح بقى عاملة الفطار ده. لكن الأيام التانية بقى زي ما انتوا عارفين وبتشوفوا معايا، اللي هو بفطر بقى ايه، حاجة كده مع كوباية قهوة، كوباية شاي بلبن، حاجة بسيطة يعني، ساندوتش، قطعة كيكة، بسكوت، أي حاجة من دي. ايه، أي حاجة موجودة في التلاجة يعني. ممكن أعمل ساندوتش جبنة، حاجة باقية مثلا من العشاء كده يعني. تمام. حمرت بقى البطاطس، وبطلع كمان جبنة اهو زي ما انتم شايفين كده، جبنة فيتا. ساعات بحط جبنة قديمة، وساعات بعمل جبنة بقوطة، بس بنوع في الأكل يعني زي ما أنا ما قلت لكم. المهم بقى، لو وصلت لحد هنا كده ما تنسيش تحطي لايك للفيديو علشان نبدأ الفيديو. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو قوي كده وجميل، وهعمل فيه النهاردة عزومة سمك. طبعا أنا كنت عاملة السمك لينا كده هنا، يعني انا وولادي وزوجي وكده. ففي ضيف عزيز عليا وغالي عليا قوي 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 اتصل وقال ان هو هيجي، فقلت ازود بقى ايه شويه من السمك. بصوا بقى اللوبيا المهروسه هنا اهي، حطيت عليها برضو معلقه من الهريسه كده. عايزه اقول لكم طعمها تحفه، عاملاها زي الفول بالظبط كده، بزيت وليمون ومتبلاها كده تتبيله جميله. ما رضيتش اعملها معاكم بصراحه، عشان يعني قلت عشان ما حدش يعيب عليا وكده. بس لو فيكم حد بيعملها او حد عارفه اللوبيا المدمسه دي، قولوا لي في الكومنتات، يعني اشوف انا لوحدي ولا لا. لان انا ما كنتش اعرف اصلا خالص عن اللوبيا المدمسه دي حاجه الا لما اتجوزت ورحت بيت زوجي بقى، وحماتي هي اللي كانت بتعملها وهي اللي علمتها لي. ربنا يديها الصحه يا رب. المهم بقى كده فطرنا ودخلت بقى غسلت المواعين. كانت اطباق خفيفه كده زي ما انتم شايفين، والطاسه اللي انا عملت فيها البيض وحاجات خفيفه كده، وكوبايه الشاي بتاعه زوجي. وخلاص كده بقى قلت اغسلهم بسرعه عشان الحوض برضو ايه يبقى معايا نضيف. ما بحبش اسيب حاجه الفطار مع المواعين بتاعه الغداء ابدا يا بنات. يعني انا بقى بشطب كده، وبنقعد بقى لو هعمل حاجه بقى ليا اشربها. لو مثلا كوبايه قهوه فرنساوي اللي هي قهوه بلبن او نسكافيه او اي مشروب يعني كده المفضل ليا على حسب بقى مزاجي طالب ايه بقى. فبقعد بقى كده وبنقعد بقى مع بعض شوية. وفي دخول العصر يعني على الساعة 3 كده بقوم ابدأ احضر الغدا، عشان طبعا بنتغدى حوالي الساعة 5 كده او 6 في يوم الاجازه ده. يعني لان طبعا الفطار ده بتاعنا ده بيبقى بعد صلاه الجمعه، يعني زوجي بينزل يصلي الجمعه وممكن يجيب فول وطعميه وهو جاي، وانا بقى بحضر جنبه شويه حاجات. بس قلت له خلاص ما تجيبش حاجه، الفطار موجود هنا في التلاجة والحمد لله. وفطرنا بقى وخلاص، وغسلت الاطباق. وكان عندي بقى شويه غسيل كده منشورين، كنت نشراهم بقى من امبارح، فقلت بقى اما المهم كده بالمره اتشمسوا كده وخدوا الشمسه الحلوه دي وتحمصوا كده. رحت بقى رافعه الستاره كده، لان كان الجو شمس، يعني شمس جدا، كانت الشمس شمس لاسعه بجد. فروحت بقى حاطه الستاره كده، وبدات ان انا الم الغسيل.
وقلت اطبقه بالمره كده خلاص منه، هو مش كتير قوي يعني. مع ان ده بالنسبه لي كتير يعني، انا بنشر بغسل يوميا، ما بكومش عندي غسيل، فبيبقى سهل في تطبيقه وسهل في لمه وسهل في غسيله. وبالذات التطبيق بيبقى سهل جدا لما بيكون شويه غسيل حبه صغيرين. فانا مش بحب اكوم غسيل. وما اقولكوش بقى على قمه الراحه النفسيه لما يكون البيت كده رايق ونضيف، وثبت الغسيل كده فاضي ما فيهوش غسيل، وما عندكيش غسيل كده، يا سلام. بجد ثبت الغسيل ده ما بيكون فاضي. اكيد يعني كلكم عارفين، وكلنا عارفين كستات بيوت كده قد ايه الراحه النفسيه اللي بيبقى فيها ثبت الغسيل فاضي كده ما عندناش غسيل. فطبعا بغسل يوميا لان الاولاد برضو بيغيروا كل يوم، وطبعا داخلين برضو على الحر، والغسيل يعني هيبقى كتير شويه، مش هيبقى زي الشتاء. فبغسل بقى اول باول كده علشان ما يبقاش عندي غسيل كتير، فبيبقى الغسيل يعني ما بياخدش معايا وقت بقى كده ايه في تطبيقه ان انا احطه في الدولاب. فبيسهل معايا بصراحة يعني. فنصيحة برضو للبنوتات كده الشاطرين اللي مقبلين على الزواج، اعملوا كده، اغسلوا على طول يوميا، ما تخلوش ثبت الغسيل يتراكم فيه غسيل على غسيل، لان هيتعبكوا جدا بجد في غسيله وفي نشيره وفي تطبيقه اكتر حاجة كمان. يعني هتبقي شايلة هم ان انت هتلمي الغسيل وتقعدي تطبقي وتحطي في الدولاب. وطبعا انا من الناس ان انا لا يمكن ادخل اي هدوم الدولاب غير لما تكون متطبقة كده ومتساوية. مش بحوش اي غسيل خالص غير الغسيل الابيض بس، يعني الابيض بس انا بغسل كده. بيبقى الغسالة فيها مثلا طقمين بيض او 3 بتوع زوج، اول ما يكملوا كده 4 او 5 اطقم بروح عامله لهم برضو دورة يعني غسلة كده، وبروح غسلاهم لاني بعمل لهم بقى الخلطة، والخلطة بتاعت الغسيل الابيض دي بقى وكده، لانه بيتغسل غير الغسيل العادي علشان طبعا يبقى ابيض ومزهزه كده ومنور ونضيف. تمام. غير كده مش بخلي اي غسيل خالص في السبت. خدت الغسيل بقى وبطبقه كده زي ما انتم شايفين. التطبيقه دي سهله جدا، في ناس قالت لي قبل كده لا دي يعني بتاخد وقت، لا بالعكس والله، ولا بتاخد وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. انا في اول ما اتعلمتها كنت مستصعباها، ولكن بالنسبه لي بقت سهله جدا. ما بعرفش اطبق الغسيل الا بالطريقه دي، حتى عند حماتي لما بطبق لها غسيل بطبقه بالطريقه دي كده، اللي هي تطبيقه المحلات دي. تقول لي انت بتطبقي الغسيل، انا مش بعرف اطبقه كده. اقول لها يا ماما انت بقى ايه زي والدتي وكده وستي يعني بتوع زمان بقى والله، وايامكم ما تتعوضش. بس احنا بقى ايه على الموضه بقى بنطبق زي المحلات كده، وبتبقى بالنسبه لي سهله يعني. حتى اخت جوزي قالت لي بقى علميني اطبق كده، قلت لها ان شاء الله هعلمها لك وهتلاقيها سهله قوي. يعني بتقعد تتفرج كده على الفيديوهات دي وتتفرج وانا بطبق الغسيل كده، وبيعجبها اول مقطع بتاع تطبيق الغسيل ده، بس انا مش بجيبه على طول يعني عشان ما تزهقوش بقى مني وكده. بس انا من عادة خلاص يعني ايدي خدت على كده، حتى لو رحت عند اي حد اساعده تلاقوني في الغسيل بطبقه كده. راخرين عارفين تطبيقتي مميزة، يقولوا دي تطبيقة ام ميدو هي اللي مطبقة كده. فطبقت بقى الغسيل كده وخلاص اهو، هاخده بقى عينه كل حاجة في الدولاب بتاعها، وهدخل بقى على المطبخ علشان احضر الغدا. طبعا شفتوا في اول فيديو ان انا هعمل النهاردة اكلة بحرية، هعمل سمك مقلي وسمك صينية. انما عايزة اقول لكم اكلة جبارة، وبالذات السمك الصينية تحفة. بصوا بقى التتبيلة دي، بحط معلقة من التوم المهروس على معلقة كده كبيرة من هريسة الشطة. جميلة جدا جدا، عملتها معاكم قبل كده، بجد طعمها تحفة. بتدي تطعيمة كده للتتبيلات بتاعة الاسماك والمشويات، حلوة قوي. تمام. هحط بقى على ليها التوابل، هحط نص معلقه من الفلفل الاسمر، هحط معلقه كده من بهارات السمك، وعملتها معاكم برضو قبل كده اهي، انا محتفظه بيها في برطمان عندي. هحط كده ملو معلقه كبيره، وهحط ملح. طبعا الملح برضو هظبط الملح بتاعي، الكميه دي هحط عليها معلقه صغيره من الملح، وهحط كمان عصير ليمون، وهحط خل. طبعا بهارات السمك فيها كزبرة وفيها كمون وفيها يعني فيها تتبيلة السمك كلها. هسيب لكم الفيديو بتاع تتبيلة السمك ده في نهاية الشاشة. عاملة فيه 3 تتبيلات تحفة للسمك واللحمة والفراخ. هتعمليها وتحتفظي بيها في برطمان عندي كده، هتبقى جميلة. قلبت بقى الخلطة بتاعتي دي كده، وطبعا دقتها لقيت ملحها مظبوط. ما تبقاش حادة قوي ولا تبقى عدبة، يعني تبقى حلوة. جبت بقى السمك البلطي بتاعي الجميل ده كده، كنت منضفاه. بس ما رضيتش انضفه معاكم يعني. طبعا اول ما دخلت المطبخ نضفته وحطيته بقى في المصفى يتصفى كده، وبعد كده قلت اعمل معاكم التتبيله، لكن ما حبيتش ان انا انضفه معاكم عشان الناس اللي بتقرف يعني وكده. مع ان والله السمك كلنا بننضفه في البيت عادي. بصوا بقى بفتحه فتحات بالشكل ده، فتحتين من الجنب ده وفتحتين من الجنب ده عشان يستوي كويس، لان السمك معايا هنا ايه يعني حجمه مش صغير هو ولا برضو كبير، هو وسط.
لكن في كام سمكية كده كبار. فالمهم حطيت فيه التتبيلة كده، السمك ده زوجي اللي كان جايبه، وتقريبا مش عارفة والله كان عامل تقريبا 55 جنيه حاجة زي كده الكيلو. تمام. واللي هو الصغير قوي ده مش بنحبه ب35 جنيه، اللي هو السمك بتاع الأزأزة ده، فما عندي محدش بيعرف ياكله خالص. فالمهم ايه، هو جابهولي، وهو جابهولي في يومها يعني لما نزل يصلي كده جابهولي، وقال لي انا عايز اكل سمك، اعمل لنا سمك. جاب لي ده وجاب لي التونه. فالمهم ببدا ان انا اتبله بقى كده. التتبيله دي عايزه اقول لكم روعه، بيقعد نص ساعه بس في التتبيله دي، بيتطعم كله كده، وبيبقى اللحم متطعم من التتبيله دي، وبيبقى في منتهى الجمال. هتبل بقى السمك كله كده زي ما انتم شايفين. وبعد ما بتبله كده بروح بقى جايبه صينيه حطاه فيها، وبعد كده بروح جايبه ليمونه تاني عصرها عليه بقى كله كده وهو في قلب الصينيه. بيبقى ما اقولكوش طعمه تحفه تحفه. السمك حبيبه الكمون والليمون، فانا بزود فيه كمون وليمون بيدي طعم روعه. ودي اسرار محلات السمك عشان تبقوا عارفين. فالمهم حطيته كده في الصينيه زي ما انتم شايفين، وببدا برضو ان انا امسح حواليا كده اول باول، علشان لما اخلص زي ما متعودين معايا ما يبقاش ورايا اي حاجه ولا اي مجهود اعمله في المطبخ في التنظيف بعد ما بخلص. وخصوصا النهارده يوم اجازه زوجي، يعني ما ينفعش ايه افضل طول النهار امسح وانضف وهو قاعد. فوانا بعمل الاكل كده على طول الفوطه في ايدي كده، وبمسح اي حاجه تقع مني، امسح الرخامه، امسح كل حاجه كده مكان ايه ما بخلص. سبت السمك بقى جنبي كده يتبل، وجبت صينية تانية عشان نعمل بقى فيها السمك الصينية. قطعت بصلاية وسط كده الجوانح، وببدأ ان انا افرطها كده عشان افرط البصل من بعضه. بعد كده بقى هقطع معاها فلفل رومي، وهقطع معاها طماطم. وعايزة اقولك لو عندك فلفل الوان هتقطعيه في قلبها يبقى جميل جدا. عايزه اقول لكم ان انا عندي فلفل الوان من اللي انا مفرزاه في الفريزر، بس مش عارفه نسيته خالص. يعني لو كنت افتكرت كنت جبت طبق فضيته كمان معاه، يعني بيبقى جميل برضو. وطبعا قيمه غذائيه زياده وعاليه برضو. فالمهم ايه ما جاش في بالي يعني. بس لو انت عملتي الوصفه دي، حطي فيها فلفل الوان هتبقى جميله قوي. حطيت بقى الطماطم كده برضو قطعتها جوانح، وقطعت الفلفل الرومي زي ما انتم شايفين، واقطع كده قرن فلفل حامي. هو مش هيخليها حاميه، بس بيديها كده تيست وطعم حلو قوي. قطعت كده قرن واحد بس زي ما انتم شايفين. وهحط بقى عليه ليمونه كده برضو هعصرها، وهحط عليه معلقه، نص معلقه او معلقه صغيره او نص معلقه كبيره من البهارات بتاعه السمك اللي انا عملتها. وهحط كمان برضو ربع معلقه صغيره كده من الملح، ربع بس، عشان طبعا السمك هنحطه السمك متبلينه، وهنحط عليه يعني متبلينه هنحطه فوق الخلطة دي، فهينزل التتبيلة بتاعته برضو، فعشان ما يبقاش الخلطة معايا حادقة قوي. تمام. قلبت بقى كله كده زي مش عارفة اتكلم، لساني اتلوح يا جدعان. قلبت كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين، الحمد لله قلتها صح. المهم قلبتهم كده وحطيتهم بقى جنبي، وجبت السمك ده برضو قطعته برضو كده، نضفته كويس وغسلته كويس قوي، وحطيته برضو في المصفى يتصفى. وقطعته كده زي ما انتوا شايفين، قطعت السمكية لثلاث قطع كده، وببدأ ان انا بقى ايه احشي برضو بالخلطة دي. عايزة اقول لكم الخلطة جبارة، ريحتها جميلة جدا بجد، ريحتها تحفة. هحط بقى السمك كله كده، وبدهن كده بالمعلقه كده من ناحيتين ومن جوه. طبعا تقدري تدهني بايدك، طبعا قاعدين في البيت ايدينا نضيفه وزي الفل، بس انا يعني حتى والله من ورا الكاميرا برضو انا بحب اعمل كده بالمعلقه. المهم حطيت بقى على بقيه التتبيله، حطيتها كده فوق السمك، وحطيت بقى في الطبق اللي فيه التتبيله شويه زيت، معلقه كده من الصلصه بتدي طعم ولون حلو برضو. وهحط بقى كده حوالي معلقه كده كبيره من الخل، معلقه واحده بس. وهقلبهم بقى كده كويس مع بعض، واحط شويه ميه، وهقلبهم واروح محطاهم على السمك. الزيت بيديله لمعه حلوه قوي قوي، وشويه الميه دول برضو عشان يسووا معايا الخضار كويس، لان السمك ده مش بينزل ميه كتير قوي يعني. وهغطيه بقى بورق فويل كده، وهدخله الفرن. عبال بقى ما يستوي كده في الفرن، تعالوا بقى ايه نقلي السمك بتاعنا. طبعا عايزه اقول لكم ان السمك ده سبته نص ساعه في التتبيله، الاتنين. سبت النوعين السمك في التتبيله نص ساعه، وبعد كده بدات بقى ان انا دخلت السمك التاني كده في الفرن. وهنا هبدا ان انا اقليه. عايزه اقول لكم سمك الصينيه كان طالع تحفه. المهم بقى انا بحب اقلي في الصينيه دي اما بكون اعمل سمك او في حله عريضه شويه، زي ما انتوا ايه اللي متابعيني متعودين معايا وعارفين يعني. حطيت الصينيه كده وحطيت فيها الزيت، وانا جبت السمك
حطيت فيه الدقيق ده، كان باقي عندي تتبيله من المره اللي فاتت. الدقيق ده مبهراه برضو بخلطه السمك وفلفل اسمر وكمون وشويه ملح كده، متبلاه يعني تمام. ببدأ بقى ان انا اقلب كده السمكية كده في قلب الكيس، مش بعمل في طبق، بحب اعمل في الكيس عشان ما يبهدلش الدنيا معايا دقيق بقى ومرمطة وبهدلة. وزي ما انتوا زي ما قلت لكم كده وعارفين معايا ان انا ايه، عايزه اعمل كل حاجة بنظافة، ما يبقاش فيه بهدلة في المطبخ. بقى الشفشق بتاع المية ده بقى، الفيديو اللي فات واحدة حبيبتي متابعة ليا قالت لي حطيه في ميه يطلع معاكي مقرمش، فانا كنت بعمل التجربه دي. والحقيقه برضو هو اضطر، يعني هو اضطر بعد كده. انا بقى بحط في الدقيق نشا بيحافظ عليه مقرمش، والله يا بنات وبيبقى جميل. فانا عملت اول سمكتين ثلاثه وبعد كده قلت لا، رميت الميه وقلت انا هعمل بالطريقه اللي انا بعمل بيها. طبعا رايك يحترم وشكرا ليكي جدا جدا، ولكن انا لقيت النتيجه هي يعني لقيت النتيجه واحده. فقلت بلاش بقى ميه وبهدله واعمل زي ما انا بعمل على طول. قليت بقى السمك وكان طالع جميل زي ما شفته. وقلت بقى لما اعمل الرز بتاع السمك، حله كده على البوتاجاز فيها بصلايه حلوه كده متقطعه مكعبات، بصلايه وسط. حطيت عليها كده كيلو رز، حطيته نص في نص، طبعا الرز ده مغسول ومتصفي كويس من الميه. وقلبته كده تقلبتين، وحطيت بقى ايه معلقه كده من بودره الزعفران وملح وواحده مرقه دجاج. طبعا بتظبطي الملح بتاعه. حطيت كمان بهارات السمك بتديله طعم حلو قوي. ولو عندك باقي دقه من دقه السمك بتحطي برضو معلقه، بتديله طعم حلو قوي 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 قوي. بس بقى ما بقاش معايا، وانا نسيت اصلا اشيل معلقه، دايما بشيل معلقه كده للرز ونسيت اشيلها. بعد كده بقى رحت ساقياه كده بميه سخنه، تسويه الرز العادي خالص اللي هي بتبقى فوق الرز كده بعقله صباع. ولما يغلي كده ويتشرب هوطي عليه لحد ما يستوي. هنا بقى كنت خلاص غرفت الاكل كده، طالع زي ما انتم شايفين. السمك المقلي جميل زي الفل ومقرمش ولونه تحفه، وعايزه اقول لكم طعمه وريحته حكايه. بجد والله جميل جدا، جربوه بالتتبيله اللي انا عملتها وبالبهارات. هسيب لكم الفيديو في نهايه الشاشه تتفرجوا عليه وتشوفوا بهارات السمك. وعملت بقى سلطه خضراء والرز طالع جميل، وبصوا لونه حلو قوي ازاي. بجد بودره الزعفران دي هاتوها وما تستغنوش عنها في الرز الاصفر. اي نوع رز اصفر هتعملوه استعملوها فيه. والسمك الصينيه راخر طالع تحفه وطعمه حكايه بجد في منتهى الجمال. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو. اسيبكم في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.